في الفيديو ده هنشوف بعض المنتجات ونقول لكم هل هي ليها تأثير كويس ازيكم يا ولا جماعه؟ لا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. زي ما دايما كل البلوجر وكل الناس دايما بتسلط الضوء على الحاجه الكويسه، الحاجه اللي بتجيب نتيجه كويسه ونجربها، زي ما لازم كمان نسلط الضوء على الحاجات اللي هي ما بتجيبش اي نتيجه معانا خالص، عشان تبقى ريفيو للناس اللي هي مثلا حابه تشتري الحاجه دي فتشوف ان هي لا ما بتعملش النتيجه كويسه فما تضيعش فيها فلوس. فانا حابه اكلمكم على الحاجات اللي انا اشتريتها بقالي كتير وبجربها ما جابتش معايا تاثير خالص. يلا نبدا. اول منتج دايما بتابع جروبات البنات ودايما بيسالوا على هل في حاجه ممكن مثلا احطها علشان تبيض سناني مثلا قبل اي ايفنت، قبل فرح، قبل خطوبه. رحت جربت حاجه منهم قبل الخطوبه عندي علشان تفتح لون سناني، لان انا لون سناني صفرة بسبب كميه القهوه اللي انا بشربها. فالحقيقه ان انا جربت اللي هو ده بتاع الوايتنينج، ما غيرش لون حتى سناني نسبه بسيطه. جربته اكتر من مره ما عملش تاثير خالص. جربته مثلا بعد ما اغسل سناني برضو نفس النتيجه، ما عملش اي حاجه. والفكره كمان ان انا مش لاقيه عليه اي اكتيف انجريدينت، يعني بيتكون من ايه؟ مفيش اي حاجه. فكمان حتى وانت بتحط الحاجه دي حتى لو ما جبتش معاك نتيجه فانت كمان خايف هو الماده الفعاله بتاعتها ايه. صرفت فيها مبلغ بس بجد ما عملش أي. لازم ان انا اجرب كمان اللي هو معجون السنان اللي هو بيفتح السنان. فجربت اكتر من حاجه اللي هو بتاع ايفا، وجربت حاجه تانية انا مش فاكره اسمها، هحط لكم صورتهم. بصوا، عايزه اقول لكم ان هي كانت بتفتح السنان، لون السنان تحفه بجد. بس انا الفكره كنت بستعمل الحاجات دي غلط. فانا هقول لكم ايه الاستعمال الصح ليها ونستعملها قد ايه. بصوا، انا كنت بستعملها الحاجات دي 3 ل 4 مرات في اليوم، الاسبوع كله. فانا دلوقتي سناني انا ما كنتش اعرف طبعا يعني طريقه استعمالها، وهي اصلا مش مكتوب عليها اي حاجه. فطبعا كنت فاكره ان هنا زي ما بستخدم اي معجون سنان في اليوم عايز ان انا استخدم ده، يعني لان هو معجون سنان في الاول وفي الاخر. المهم اصلا الفكره في المنتج ده ان هو بياكل من طبقه السنان، عشان كده السنان لونها بيفتحها. انا طبعا ما كنتش اعرف لان انا كنت لسه صغيره، لان انا دايما كنت لان انا كنت بشوف النتيجه بتاعتها فكنت منبهر، فدايما كنت ايه اللي هو عايزه ابيض سناني بسرعه. فدلوقتي سناني ضعيفه جدا، انا بقيت بحس بالسقوعه والسخونه بتاعه الاكل، حتى السكريات انا بحسها في سناني فبتوجعني. انا سناني دلوقتي ضعيفه جدا جدا جدا، وما انصحش ان احنا نستعملها اصلا. ولو عندنا اي مناسبه وعايزين نستعمل حاجه بسرعه تفتح لون السنان فبالكتير نستعملها بس مره في الاسبوع، مره واحده بس في اليوم، وخلاص كفايه كده. قبل المناسبه باسبوع باسبوعين وخلاص ما نستعملش. وعايزين تروحوا تبيضوا اسنانكم عند دكتور السنان ومفيش اي نتيجه ممكن تعمل الحاجات دي، ولا بقى الحاجات بتاعت الفحم، ولا القلم ده بتاع التبييض، ولا الكريست اللي هو، ولا اي حاجه. مفيش اي حاجه تديك التاثير اللي انت عايزه. زي وان دلوقتي بنتكلم عن حاجات بتاعت التبييض وكده، فانا استعملت حاجات كتيره من ايفا، والحقيقه ان هي كانت عجباني قوي رغم ان هي بجد سعرها رخيص قوي. ان انا استعمل اللي هو ده بتاع ايفا اللي هو سنسيتيف اريا الوايتنينج، مكتوب ان هو بيفتح كل الاماكن اللي هو الدارك. فانا استعملته في ركبتي وفي كوعي على اساس ان انا اجربه كده. يعني ان انا ما عنديش غمقان اللي هو الفظيع ده، بس قلت عايز اجربه يعني. المهم ان هو ادى التاثير العكسي. يعني دايما مثلا لما اشوف الحاجه اللي هي ما بتجيبش نتيجه فهي ما بتعملش النتيجه العكسيه، لا هو ادى التاثير العكسي. يعني انا وقتها حسيت بغمقان مش طبيعي. ده من ابشع الحاجات المعموله في ايفا، فمنتجات ستارفل اللي هو الديودرنت، وقلت لكم ان هو بشع. كمان قلت ان انا اجرب يعني اديله فرصه تانية ومحكومش عليه. قلت ايه اجرب يعني سين تانية، ده كان تقريبا بالفانيليا وده بالعود تقريبا. بصوا، يعني انا اصلا في الطبيعي بستعمل ريكسونا ونيفيا، والاتنين الحقيقه بجد انا عمري ما شميت ريحه وحشه. هو اصلا مش بيعمل ريحه، ودي الحاجه اللي انا بحبها، يعني لا بيعمل ريحه حلوه ولا وحش. انا مش عايزه حاجه تعمل ريحه. ده بقى
بشع يا جماعه بجد، ريحته وحشه وحشه. انا اصلا يعني اخدت شاور وحطيته تمام، انا ريحتي وحشه. انا بعد الشاور بنص ساعه شم ريحه مش لطيفه، مش عارفه دي جايه منين اساسا. لقيت ان هو ايه ده بجد، ايه الريحه دي؟ يعني انتوا حاطين فيها ايه تخلي الريحه دي؟ انا بجد مش عارفه الناس اللي هي بتقول عليه ان هو تحفه وخطير ده على ايه. كمان انا خليت البيت كله يجربهم على اساس ان انا اشوف ان انا ده المشكله من عندي. الكومنت على الديودرنت ده. تعالوا بقى في المنتج الرابع وهو ستارفل يا جماعه، انا ما عنديش عليه اي كومنت وحش خالص. هو كريم مويسترايزنج كويس قوي، كمان يعني بيقلل جدا من جلد الوزه. يعني انا بستعمله مع الليزر، فبجد التأثير بتاعه بجد فظيع. وخصوصا كمان ان انا اصلا بشرتي عندي جفاف مش طبيعي في جلدي، صيف وشتاء، يعني صيف وشتاء نفس الجفاف، فلازم ان انا استعمل حاجه المويسترايزنج بتاعه كويس جدا. بس انا عندي فيه كومنت واحد بس، وهو ان انا السنت بتاعه انا مش متقبلاه. يعني ليه ريحه كده زي لبن، انا يعني ما كنتش متقبلاه قوي، بس علشان نتيجته كويسه فتمام عادي. الواحد يحط بودي سبلاش، يحط اي حاجه عادي. يعني هو اصلا السنت بتاعته مش بتقعد في الجسم، لا هو ممكن ان احنا نستعمل اي حاجه تانية ممكن تخلي السنت بتاعت جسمنا كويس. ولكن انا دلوقتي شفت منتج تاني برضو عجبني قوي، مويسترايزنج بتاعه خطير وريحته كويسه، وكمان يعني بيقلل من جلد الوسه. هو أليجين. يعني بصوا انا ده زي ما قلت لكم ان انا بستعمله لحد دلوقتي، جايبه منه اكتر من علبه. ولكن برضو انا أليجين برضو كان جميل بالنسبه لي، وكمان ريحته حلوه. فانا بالنسبه لي هو عامل 3 حاجات، ان هو مويسترايزنج كويس، بيخلي ريحه الجسم كويسه، وكمان بيعالج جلد الوزه. فانا يعني بالنسبه لي المنتج ده كويس قوي. ولكن انا دلوقتي لما ارشح اي حاجه، الاثنين دول كويسين قوي. ممكن كمان في ناس عادي ما عندهاش مثلا مشكله مع السنت، فده لذيذ جدا. وبكده انا خلصت الفيديو بتاع النهارده. احب جدا ان انا اعرف الكومنت على الحاجات اللي لو انتوا استعملتوا الحاجات اللي انا قلت عليها دي. عايزه اعرف هي جابت معاكم نتيجه ولا لا. مش تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.